ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو جديد، ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. فيديو حماسي، فيديو كله باور وطاقه كده. اتفرجوا على الفيديو للنهايه وان شاء الله هتاخدوا افكار وهتتحمسوا وهتتشجعوا والفيديو هيعجبكم. بس اهم حاجه لو انتوا بتتفرجوا عليا لاول مره، اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وتحطي لي لايك حلو زيك كده عشان يرفع الفيديو عدد اكبر من الناس تشوفه، وحطي لي كومنت حلو علشان ارحب بيكي في قناتي. بدأت يومي من بدري. النهاردة يوم بقى للست الشاطرة الجدعة كده، اللي ما بتحبش بيتها يبقى فيه أي حاجة مش متظبطة أو مش نظيفة، وعايزة بيتها دايما بيلمع وبيبرق من نظافته كده. روتين قوي بجد، مفهوش تعب مفهوش مجهود كبير، بس فيه نظام وترتيب. عايزاكم بس تتفرجوا على الفيديو، ما تجروش حاجة فيه، وتتفرجوا على كل تكة فيه كده، وتاخدوا منه حماس بقى وباور وطاقة وكده. أول حاجة عملتها كان جوزي جاي وجاب لي لبن، فقلت اغلي اللبن بقى واعمل كوبايتين شاي كده وافطر. انا افطاري بيبقى بسيط، ما بحبش افطر فطار يعني سندوتشات او افطر بيض بقى وجبن والكلام دوت. ساعات ببقى مش قادره اقوم افطر الكلام ده، ببقى عايزه افطر كوبايه لبن وقرقوشه او كحكه او باكو بسكوت، اي حاجه بسيطه كده. نفسي بقى هفتني على اني اشرب الشاي باللبن بشاي مغلي، فجبت كنكه حطيت فيها معلقه شاي وغليتها على البوتاجاز، واللبن كان غالي، عملت كوبايتين شاي. وكان عندي كيكة كده، طلعتها وشربنا بقى الشاي مع الكيكة وهنبدأ يومنا النهاردة. يومنا النهاردة خفيف، ما فيهوش شغل متعب ليكي يعني في البيت او لاي حد. لا بالعكس، اليوم خفيف جدا وشغله بسيط وفي نظام وترتيب جميل جدا جدا، هيعجبكم ان شاء الله. بس وخدت الفطار بتاعي وفطرت وقلت اخش بقى كان نفسي جدا جدا اكل فطير، فقلت اقوم بقى اعمل الفطير كده واظبط اللي ورايا علشان نتغدى بالفطير وكده. المهم في الوقت ده كان تقريبا كانت حوالي الساعة 12 كده الظهر. انا بصحى من النوم متأخرة يا جماعة، على فكرة ما بصحاش بدري الا لو ولادي عندهم امتحانات. المهم دخلت المطبخ بعد ما فطرت طبعا. قلت بقى اعمل فطير مشلتت. جبت كيلو دقيق حطيته في العجان، حطيت عليه معلقة صغيرة ملح، وجبت حوالي كوبايتين مية، وحطيت عليهم معلقتين نزلت اتنين بيهم بقى على سكر الدقيق ودوبتهم بتاعي كويس جدا وعجنته. بعد ما اتعجن في العجان كويس كورته الكورتين اتنين، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لميته بايدي. وبس كده هغطيه وهسيبه شوية بقى على ما يريح شوية. هلم العجان بتاعي انضفه طبعا زي ما انتوا عارفين كالعاده، بنضفه ولما ارجعه مكانه، وانضف الرخامه مكان ما كنت واقفه كده. وعندي بقى شويه مواعين في الحوض كانوا من امبارح بصراحه، كسلت بالليل ما قدرتش اغسلهم، قلت اغسلهم معاكم بقى بالمره، ونتشجع ونتحمس مع بعض كده. لو عندك شويه مواعين في الحوض ولا حاجه، قومي على طول، ما تسيبيش طبق في الحوض، ما تسيبيش اي حاجه عندك متوسخه، اغسلي ونضفي على طول. بس طبعا انت هتقولي لي طب ليه ما رصيتهمش في الغساله وكده؟ لا انا كنت عايزه اعطل نفسي عشان خاطر العجينه تريح شويه، علشان خاطر لو انا من النوع اللي لما بعجن ببقى عايزه اخلص العجين بسرعه، ما بسيبوش يريح وما بديلوش وقته بصراحه. المهم قلت اسيب العجينه تريح شويه واغسل شويه المواعين دول. على ما اغسلهم تكون عدى مثلا 10 دقايق ولا ربع ساعه ولا حاجه، تكون العجينه ريحت شويه. بس مسكت المواعين بتاعتي بقى، فرستها زي ما بفرزها كل مره. خليت الكوبايات لوحدها، الاطباق لوحدها والحاجات دي، وفضيت الحوض وغسلته طبعا من اي زفره فيه او اي بواقي اكل وكده، وغسلت الكوبايات بتاعتي. وبس همسك الاطباق بقى طبق طبق كده اغسلهم واخلص منهم. ما حطيتهمش في الغساله ليه؟ زي ما قلت لكم عشان خاطر انا بحب اضيع وقت وقت ما ابقى بعجن عجين وعايزاه يريح. بس المهم لو انت لحد هنا بقى بتتفرجي عليا ما اشتركتيش في القناه، عايزاكي تشتركي كده وتفعلي الجرس، وعايزاكي تحطي لي كومنت كده، وتخشوا يا جماعه من اليوتيوب ارجوكم بليز بعد اذنكم ادخلوا من اليوتيوب واكتبوا له شانل في السيرش، هيطلع لكم القناه من اول القنوات. ادخلوا واشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي حاجه جديده انا بنزلها ويجيلكم اشعار بيها. انا لما بعمل مشاركه على الفيسبوك بعرفكم بس ان انا نزلت فيديو، لا تكونوا ما خدتوش بالكم من الاشعارات، لكن كله بيخش من على الفيسبوك يتفرج ومفيش حد بيشترك، والتفعيل بيبقى بسيط جدا، حتى اللايك ما بتعرفوش تعملوه. فاللي بيحبني فعلا وبيستنى فيديوهاتي وبيستنى فعلا مني اي اشعار، اتمنى يخش ويحط لي لايك حلو كده عشان الفيديو ينتشر والناس كتير تشوف.
بس وده طبعا بعد اذنكم، انا مش بفرض عليكم ولا بطلب منكم حاجه صعبه، بالعكس انا بطلبها بمحبه، واتمنى زي ما انا بطلبها بمحبه وزي ما انتوا بتحبوني تقدروني. انا بحاول ما اتاخرش عليكم، بحاول انزل لكم فيديوهات باستمرار عشان خاطر ابقى متواجده معاكم طول الوقت وابقى قريبه منكم، وما بقاش بعيده عنكم او اغيب عنكم فتره طويله. بالعكس انا بحاول على قد ما اقدر اصور كتير واجمع لكم فيديوهات حلوه وانزلها لكم تحمسكم وتشجعكم، وتاخدوا منها باور كده، وتقوموا لو وراكم حاجه وكسلانين لا تقوموا تعملوا اي حاجه وراكم. بس زي ما انا بشجعكم بحمسكم شايفاكي بقى، بقى اوعوا اللي تنسوا بتتفرجي تشجعوني عليا من غير ما وتحمسوني. تحطي لي لايك او تعملي لي كومنت حلو زي كده. عايزاكي بقى زي ما انا شايفاكي وانتي شايفاني تحطي لي اللايك. المهم هنا كنت خلصت المواعين بقى، وقلت اروح بقى افرد العجين بتاعي. عملت احنا هنعمل فطير النهارده بطريقه مختلفه خالص خالص، ممكن ما تكونوش شفتوها قبل كده. انا الفطير في العادي بكوره كور صغيره وبقطعه بفرده دوائر واحط كل فطيره جوه التانية. المره دي هنعملها بفطيره واحده بس، الفطيره هتبقى بفطيره واحده بس. هعمل جبت الفطيره الكوره بتاعتي الكبيره، طبعا زي ما قلت لكم في الاول ان انا عامله كيلو دقيق قسمته لنصين، يعني الفطيره هتبقى حوالي نص كيلو. جبت شويه دقيق فردتهم على الرخامه ونزلت بالعجينه بتاعتي وبايد مقشه زي ما انتم شايفين كده عشان النشابات ساعات بتبقى صغيره، وبدات افرد في العجينه لما ريحت كانت بتفرد معايا كويس جدا. بس انا بقى غلطت غلطه برضو، يعني المفروض بعد ما اخلص العجينه خالص واقفلها وادورها وكده اسيبها ترتاح برضو حوالي نص ساعه في التلاجة. انا بصراحه كنت مستعجله لان الساعه كانت قربت على 2 وبنتي كان زمانها راجعه من الدرس وجعانه، وكانت عماله تقول لي اتمنى يا ماما ان نرجع الاقيكي عملت الفطير، فاضطريت ان انا اسويه بدري. بصوا هو طلع طعمه جميل جدا جدا وطلع روعه بامانه، جربوه هيعجبكم، بس امشوا على الخطوات اللي بقول عليها بالظبط عشان يطلع معاكم ناجح احسن من بتاعي كمان. انا بفرد العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، العجينه سهله خالص بتتفرد معايا بسهوله جدا جدا وما اتقطعتش وما جرالهاش اي حاجه خالص. بجيب شويه سمنه على زبده على حته زبده وشويه زيت، ما عندكيش سمنه ما عندكيش زبده ما عندكيش زيت، عندك سمنه نباتين حطي السمنه اللي تريحك اللي عندك في بيتك استخدميها بس. ومسكت الفطيره لفيتها بالشكل ده وعملتها على شكل حدوه وهحطها في الصينيه بتاعتي وهغطيها واعمل التانية. بس هفردها برضو بنفس الطريقة وهشكلها بنفس الطريقة بالظبط. انا هنا كنت فردتها بقى اهيت وخدت الشكل دوت. انا عايزه اقول لكم في الفطيره كان ممكن تتفرد اكتر من كده لو في مساحه اكبر، بس انا عشان الرخامه عندي صغيره ما اتفردتش معايا اكتر من كده بس. وزي ما عملت التانية عملت دي فردتها وبدات ادهن السمنه بتاعتي. زي ما قلت لكم انا حاطه سمنه على زبده على شويه زيت صغيرين بس. وبتدهني وشها بقى وتركنيها المفروض نص ساعة كمان، من تلت ساعة لنص ساعة. تريح معاكي، كل ما هتريح هتورق معاكي وهتتفرد معاكي بسهولة وهتبقى جميلة جدا. انا بصراحة ما صبرتش عليها بقى لان لقيت الوقت جري مني وانا بغسل مواعين وبتاع وحسيت ان انا الوقت خد من يعني المواعين خدت مني وقت فلقيت الوقت ازف بيا، فكان لازم اسوي على طول بصراحة. بس بمسكها اتنين على بعض كده وافرد فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وافردي بقى على قد ما تقدري، وكل ما تتفرد وهتتنيها تانية تدهنيها سمنة. بس انا خليتها بحيث انها تطلع معايا شبه المربع كده، وهفرد بايدي وهفرد بايد المقشه دي. الايد المقشه ديت انا مخصصاها للفرد بصراحه، ما عنديش نشابه. معرفش ما بستظرفهاش، بحس ان هي مش بتفرد معايا العجين زي الايد المقشه بصراحه. بس انا مظبطاها وبغسلها وبمسحها وشايلها في جنب البوتاجاز كده. قبل ما بجيبها بغسلها وبمسكها افرد بيها بس. وفردت العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبرده بدهن سمنه على زبده واطبق العجينه شبه المنديل كده، وبعد ما تتطبق بكورها كوره وتبقى بالشكل ده بس. وتحطيها في الصينيه بتاعتك تدهني وشها بالسمنه وبس. انا كده عملت الاتنين. المفروض بقى كنت سبتهم في الوقت ده نص ساعه في التلاجة، انا بصراحه ما سبتهمش ما صبرتش عليهم، فردت على طول. حتى هتحسوا ان العجينه بتتفرد معايا بصعوبه شويه مش بسهوله زي ما تكون مرتاحه بس. المهم انتي برضو بين كل مرحلة ومرحلة سيبيها من ربع ساعة لتلت ساعة، واخر مرحلة لما تكوريها سيبيها في التلاجة نص ساعة، هتقعد معاكي وهتتفرد، ولما تيجي تحطيها في الفرن هتعلى معاكي وهتبقى جميلة جدا. ودي قشطة كانت عندي في الفريزر دهنتي وشها بالقشطة وعملتها. عايزه اقول لكم ان انا كلفتها طلعت جميله جدا جدا وكان طري وفطير طلع بامانه روعه. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. بس هنا بقى فردت التانية برضو بتتفرد معاكي وشايفين فيها فقافيق كده، طول ما تحسي ان الفطيره فيها فقافيق ده معناها انها مورقه معاكي وجميله جدا.
لكن لو ما فيهاش اللي هي الفراغات اللي في العجينه وانت بتفردي دي، تاكدي ان هي مش هتبقى مورقه معاكي. بس هي طلعت مورقه وجميله. وبرده دهنتها بالقشطه وهدخلها على الفرن درجه حراره، اعلى درجه حراره في الفرن. ببقى يعني وانا شغاله كنت مشغله الفرن وسايباه يسخن جامد جدا، واول ما الفرن سخن دخلتها. بس اهم حاجه هو عايز نار عاليه. بس نضفت مكاني مكان ما كنت واقفه كده، وهرجع كل حاجه مكانها. وبس ما خدش حوالي ربع ساعة، كل فطيرة خدت ربع ساعة في الفرن. بس بحطها على الشواية من تحت، على البوتاجاز من تحت، على العين على طول. وبطلعها على الوش. اول ما بتعلى معايا سنة صغيرة كده بديها وش على البوتاجاز، في فرن البوتاجاز. بس طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اول ما بتطلع بغطيها حوالي 10 دقايق وبس كده، عشان تفضل طرية معاكي وحلوة. بصوا طالعة مورقة وجميلة جدا جدا وطرية، وريحتها وطعمها كانوا روعة. جربوها بالشكل ده وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. بس الفطير دوت اكله بنشتاق لها كل فتره. هو طبعا احنا ما بنقدرش ناكلها كتير. بس هي انا عايزه اقول لكم ان هو كان سخن جدا، من كتر السخونيه ما كنتش عارفه امسكه. وولادي ما كانوش صابرين، عايزين بقى ان انا اطلع لهم علشان ياكلوا. بس طبعا الفطير زي ما قلت لكم بنشتاق له، وبنبقى عايزين ناكله كل فتره كبيره. ولما بنبقى عايزين ناكله بقى بنبقى عايزين ناكله بالسمنه البلدي وبالقشطه، ويطلع طعمه زي بتاع زمان. طلعته بقى مع جبنه قديمه وجبنه بيضه بريزيدون، وجبنه قديمه بتاعه الوش. ما كانش عندي عسل، بنتي كانت بتجيب في الوقت اللي انا بقدم فيه الاكل، فاول ما جابته قمت مفضياه وطلعت لهم طبق مع الاكل كده، لان طبعا انتوا عارفين فطير من غير عسل وجبنه قديمه ما يبقاش فطير. بس وخلصت ودخلت بقى على اوضه الاطفال. الاوضه نظيفه وكل حاجه ما فيهاش اي حاجه. قلت اعدلها معاكم بس اشجعكم برضو واحمسكم كده. مش لازم كل مره نغير ملايات ونشيل ونمسح ونكنس والكلام دوت. بس انا يعني قلت انا عايزه انضف الاوضه وعايزه الم السجاد بقى اللي عندي الجديد دوت. عشان كده انا بقى لي فتره كبيره بعد العيد وحاسه انه ممكن يتبهدل، فقلت كفايه كده بقى اشيله وبرضو اغير السجاده وكده. وهو منه برضو اخلي الاوضه مودها يتغير يعني، ونحس بتغيير وتجديد فيها. بس دخلت عدلت الملايات بس كده، ما شلتهاش ولا حاجه. نفضت طبعا الملايه من اي حاجه عليها، وشديت الملايه على السرير. ارجع المخدات وافرد واطبق اللحاف بتاعي وبس. الاوضه ما فيهاش حاجه تتعمل، الاوضه شغلها بسيط خالص وهي نظيفه ما فيهاش اي حاجه، لان الفتره دي ولادي عندهم امتحانات وكده وبينزلوا دروس كتير، فما بيقعدوش وما بيحاولوش يبهدلوا الاوضه يعني. فالاوضه يا دوبك على قد النوم بس. وطبعا اول ما بيقوم انا على طول بقوم فاتحه الشباك اهوي الاوضه واعدل الملايات وكده، ولو في اي حاجه في الاوضه بشيلها انضفها واروق لهم الدنيا كده، عشان لو حابين يقعدوا يذاكروا ولا حاجه اعصابهم تبقى هاديه طبعا. لان اي طفل ما بيرتاحش غير ما بيعرفش يذاكر غير في المكان الهادي النظيف. بس وانا عودت عيالي ان هم يقعدوا في اماكن نظيفه، فتعودوا على كده. ما بيعرفوش يذاكروا ولا يعرفوا حتى يقعدوا يلعبوا غير اذا كان المكان حواليهم نظيف. بس نضفت التسريحه وشلت اللي عليها، مسحتها بالريشه بس كده. ما نضفتش ولا لمعت تلميع جامد ولا عملت شغل يعني شديد وكده او مجهد. لا بالعكس، بالريشه بشيل بس التراب وبرجع كل حاجه زي ما كانت تاني. بس وهنا بقى قلت اشغل مكنسه وانضف السجاده كويس عشان هلمها بقى واشيلها. بس طبعا اللي متابعني في القناه عارف ان السجاد ده جديد. هو طبعا مش جديد قوي، هو عندي بقى له فتره بس انا ما كنتش بفرشه. واول فرشه ليه كانت ليه كان في العيد دي. بس شلت هلمها بقى واشيلها. وقلت اشغل المكنسه برضو على الارض كده، وبرضو مش همسح ولا هبل الدنيا ميه ولا هغرق وكده. هجيب الموب بتاعتي او الممسحه بتاعتي دي، هبلها في شويه دوني وشويه كلوركس الوان، وهلمع بيهم الارض عشان الاوضه تبقى ريحتها حلوه كده ونظيفه وبس. وهرجع لهم بقى السجاده بتاعه الاوضه اصلا الاساسيه. انا غسلاها. انا طبعا ايام العيد مسكت السجاد كله اللي عندي غسلته ولميته نضيف، عشان لما اجي افرش السجاد نضيف، افرش اي حاجه تبقى نضيفه كده. السجاد لما بيبقى نضيف بحس ان الشقه كانها كل يوم بفرش فيه سجاده نضيفه، بحس ان هو يوم عيد. بس وانا من النوع اللي ما بحبش السجاد يطول جامد. انا عارفه ان طبعا غسيل السجاد دوت مش حلو، بس لا انا بحب دايما اي سجاده هشيلها وهركنها فتره لازم تتغسل قبل ما تتشيل. بس غسلتها سوري فردتها والاوضه عندي رايقه زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش اي حاجه تتعمل تاني. وشغلت المروحه كده تهوي الاوضه وهطفي النور بقى وهطلع على الصاله. عايزه اعمل فيها تغيير بسيط كده.
وبرضه اوريكم ايه هي الدنيا برضه مش متبهدله جامد. بس ولادي كانوا قاعدين بيذاكروا، ابني كان بيعمل الواجب وبنتي كانت راجعه لسه من الدرس، وايه وحطت شنطتها بره بقى، قلت لها حطيها بره على ما اخلص الاوضه وبعدين نبقي دخليها. بس واخوها كان بيقعد يعمل الواجب وكده، فقعدت معاه عملت معاه الواجب، وقلت ايه بقى اشيل الكوشن اللي انا حطاه دوت، حسيت ان هو ايه اتلحوش شويه، وقلت اشيله بقى علشان خاطر وانا فرشه السجاده بتاعه الصاله دي. انا عامله لها كوشن مخصوص للسجاده، ما فرشتوش بصراحه في العيد دوت، قلت ايه خليه افرشه اخر اسبوع كده، او يقعد مثلا حوالي 10 ايام مع السجاده، احس ايه برضو بتغيير. انا من النوع اللي بشيل السجاده، انا عندي 3 سجادات للصاله، 2 بتوع جوازي ودي كنت جايباها لما عملت الانتريه جديد. فالسجاد اللي عندي القديم هو مش لايق على الانتريه قوي، فانا بفرشه بس ايه كسجادة في الأرض وكده تحمي الأرض وطبعا حاجة عندي مش معقول هركنها ومش هستخدمها، لأ بس أي حاجة عندي بستخدمها. والحاجة الحلوة بقى اللي حاسة ان هي قيمة وبتنطق الدنيا كده دايما بحطها في العيد. بس هنا بقى كان عندي بقعة على الانتريه، مسكتها كده بحبة كلوركس الوان ودعكتها بالفرشة الصغيرة دي، وجبت فوطة مبلولة مية ونشفتها. وده بقى الكوشن اللي انا بقول لكم عليه، اللي انا عاملاه اصلا مخصوص للسجادة، لو خدتوا بالكم هتلاقوه نفس الوان السجادة بالظبط. قلت اغير بقى وايه واحطه ويبقى تغيير في الصالة وبرضو ايه الحاجات دي بتدينا طاقة كده ايجابية وتخلينا نبقى مبسوطين وحاسين بفرق فعلا في المكان اللي احنا قاعدين فيه. بما اني بقى ما بعرفش اشيل لا كرسي ولا ترابيزه ولا حاجه اشيلها من مكانها، فالتغيير عندي بيبقى في الكوشن وسجاده الانتريه والمفارش بقى اللي محطوطه على الترابيزه وكده. وساعات برضو بغير الديكور اللي على الترابيزه وكده. بس مسكت الكرسي ومسكت برضو الكنبه بالريشه كده، مسحتها نضفتها بالتراب وبالمكنسه، بدات اشفط اي حاجه موجوده على الانتريه وبرجع كل حاجه مكانها واغير الكوشن وارجعها مكانها. بس المهم بقى عايزاكم إيه تشجعوني كده بكومنتات حلوه وتقولي رايكم ايه في التغيير البسيط دوت، ورايكم ايه في الروتين الحلو ده. صدقوني هو روتين مش متعب، بس في تغييرات بسيطه كده، وعايزه اقول لكم التغييرات دي فرقت معايا، فرقت مع اولادي، فرقت في بيتي، فرقت في النفسيه كده حتى لو كانت بسيطه، بس بتفرق طبعا. بس وجيت على النيش هنا نضفته بالريشه وايه وشلت اي تراب من عليه، وبعد كده بقى بجيب الجلانس ومناديل وبلمع الازاز عشان احس كده ان الدنيا بتلمع ونضيفه، والجلانس كمان بيدي ريحه حلوه قوي للمكان. آه ف فقلت ايه بقى المع ونضف كده عشان الدنيا تبقى بتلمع ونضيفه. خلصت النيش ورحت بقى على الرفوف اللي على الحيطه، نزلت التحف اللي عليها وايه وكل حاجه موجوده عليها نضفتها برضو بالريشه من التراب وبدات امسحها. يلا بقى تشجعي يا كسلانه، يلا قاعده ومش قادره تقومي تعملي حاجه. ساعات انا كمان بيجيلي وقت ان انا ابقى مكسله ومش قادره اقوم انضف وكده، واول ما بشوف روتين حلو كده يشجعني ويحمسني بقوم على طول اشوف ايه اللي عندي وايه اللي ورايا محتاج يتعمل وبعمله. وطبعا الست الشاطره النظيفه بتحب بيتها دايما نظيف ومرتب، وبتحب دايما كل حاجة في بيتها تبقى بتلمع وبتغير جدا جدا من النظافة. والنظافة دي حاجة حلوة جدا ان احنا نغير فيها، لان طول ما انتي بتغيري وطول ما انتي بتحاولي تعملي ده معناه ان انتي انسانة نشيطة وكويسة وحابة دايما تبقي احسن. لكن الغيرة في حاجات تانية ساعات بتجيب مشاكل. لكن انا لما اشوف مثلا واحدة صاحبتي، واحدة جارتي، واحدة حبيبتي بيتها نضيف وبيلمع واروح اقلدها، ده معناه ان انا بحبها وعايزة ابقى زيها. والغيرة دي معناها محبة. لكن الغيرة التانية بقى الوحشة اللي احنا نعرفها بقى اللي بتجيب مشاكل دي، ربنا يبعدها عننا خالص وعن بيوتنا وعن احبابنا كلهم. بس هنا برضو ايه مسكت الكنبة التانية وبرضو شلت اللي شلت من عليها وبدأت انفضها تنفيضة كويسة جدا، وايه وبالمكنسة كده شفطت اي تراب من عليها وايه وهرجع كل حاجة مكانها. بس الموضوع بسيط خالص والنظافة حلوة والروتينات دي انا عن نفسي بعشقها، وبحب اتفرج على الروتينات كتير جدا جدا، لان فعلا باخد منها طاقة وباور كده، وبحس ان انا عندي حماس دايما لان بيتي يبقى نظيف. انا عايزه اقول لكم صدقوني انا بيجي عليا وقت ببقى مش لاقي حاجه اعملها من كتر ما انا منظفه كل حاجه، بس برضو بحب انظف. يعني انا عايزه اقول لكم الروتين دوت انا بدأته من الساعه 12 الصبح، انا هنا كانت مثلا الساعه 8 بالليل. عملت الفطار، فطرت وقعدت شوية وبعدين دخلت عملت الغدا وقعدت شوية وبعدين دخلت على أوضة الأطفال ظبطتها وروقتها،
وطلعت بقى ايه على الصالة كمان، قلت اظبطها واروقها. وطبعا بين كل وقت ووقت بيبقى مثلا ابني عنده مشكلة، الولاد ماسكين في بعض، في حد محتاجة اسمع له وحد محتاجة اراجع له، باخد وقت كده شوية اشوف اللي محتاج حاجة اعملها له. فطول اليوم بحس ان انا شغالة ما بفضاش. وثانيا باحس إن أنا لأ، طول ما أنا فاضية عايزة أنضّف وألمّع، مش عايزة أي ترابة في بيتي، عايزة كل حاجة في بيتي تبقى نضيفة وبتلمع كده. وبس هنا بقى إيه، خلّصت الصالة كلّها، لمّعت ترابيزة الأنتريه، النيش، الأرفف، كل حاجة عملتها. وجيت على الشوفونيرة برضه شِلتها، لمّعت الديكور ده اللي كنت حاطاه على الترابيزة في الأول، حطيته هنا قُلت يدّي منظر كده ويبقى شكله حلو. والورد الأخضر طبعًا بيدّي روح حلوة أوي، أوي للمكان. أي زرع أخضر عمومًا، في أبيض، في أصفر، في الألوان دي بتدّي طاقة حلوة أوي، أوي للمكان. بس هنا بقى مسكت الريشة ونضفت الشاشة بالريشة. بس طبعا انتي لو هتنضفي الشاشة ما ينفعش تنضفيها وهي شغالة، لازم تكون مطفية. بتجيبي منديل ترشي عليه جلانس وتمسحيه، والمنديل ما يكونش مبلول قوي عشان خاطر الشاشة ما تتحرقش، لان لو نزل في الليدات بتاعتها اي مية هتضرب معاكي او اي حاجة يعني فيها ترطيب. فخلي دايما المنديل اللي بتمسحي بيه يكون نضيف، ما يكونش مبلول، عشان خاطر ايه، ما يبوظلكيش الشاشة. واوعي تنضفيها وهي شغالة، دايما لما تحبي تنضفي شاشة التلفزيون نضفيها وهي مطفية. بس انا طبعا نضفت الشوفونيره والتلفزيون وكل الجنب اللي هناك دوت. وجيت هنا على الترابيزه بقى، قلت اشيل اللي عليها وانضفها بقى. عايزه اقول لكم ان احنا ايه، بالليل كنا جايبين لب كان فيه سوداني الحاجات دي. عايزه اقول لكم ان احنا بنقشر في اطباق، بس برضو في حاجات بتطير مننا، في حاجات بتتفحكش كده، فطبيعي ان نلاقي قشر لب في اي مكان او قشر سوداني. فبس الحاجات دي طبعا بحس ان هي بتعمل ايه، بهدله في المكان. بس نضفت الترابيزه ولمعتها ومسكت المكنسه بقى، وقلت ايه اشفط اي حاجه موجوده في السجاده وايه واكنسها كنسه كويسه جدا عشان برضو تبقى بتلمع ونضيفه معايا كده. عايزه اقول لكم ان فعلا المكنسه دي اختراع جامد جدا. من غيرها الواحد مهما كنس بتحس إن لما بنكنس بالمقشه سجاده، باحس إن التراب بينزل في السجادة من تحت والسجادة بتتملي تراب، لكن المكنسة بتشفط أي تراب عندِك وبتنضف أي تراب موجود في أي مكان. فأنا بصراحة ما اقدرش استغنى عنها خالص، وبالنسبة لي المكنسة دي حاجة مهمة جدًا. بالنسبة لنوع المكنسة بتاعتي إيه، أنا مكنستي هوفر، مش عارفة بقى هي 2000 واط أو 3000 حاجة زي كده، هي قوية جدًا. بس هابقى أوريها لكم في فيديو وهوريكم نوعها وكده. المهم هنا بقى ايه، شلت برضو سجادة الطرقة وكنستها كنسة كويسة، لان قررت خلاص ان انا اشيلها. وكنست تحتيها وقلت إيه هلمع بقى معاكم بالموب وكده. بس ورجعت هنا رجعت الترابيزه المفرش بتاعي على الترابيزه، ورجعت الديكورات بتاعتي تاني وايه. وبس كده الصاله عندي بقت نظيفه زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. هاجي بقى اجيب الموب بتاعتي او الممسحه دي وببلها زي ما قلت لكم، شويه كلوركس الوان وشويه دوني، تخلي ريحه الشقه حلوه وتلمع الارض. وطبعا انتوا عارفين ان احنا حاطين هنا اللمبه اللي هي المضيئه دي. انا سايباها بصراحه لان ابني بيحبها جدا، فاحنا مش عايزين نشيلها، لان هو يعني بالنسبه له الاضاءه دي حاجه حلوه جدا جدا. بيقوم من النوم او بيبقى في اي وقت قاعد بيحب يشغلها ويقعد يلعب حواليها وكده. بس خلصت هنا بقى الصاله كلها ودخلت على الطرقه كمان. اوضه النوم عندي كانت نظيفه والمطبخ مخليه زي الفل. طبعا انا لما ببقى بطبخ او بعمل اي حاجه في المطبخ ما بطلعش منه، لما ببقى غاسله مواعينه ومنضفه البوتاجاز ومظبطه كل حاجه في المطبخ عندي بيبقى ايه، نظيف جدا. اوضه النوم عندي نظيفه، واوضه الاطفال ظبطتها. فالشقه عندي صغيره ومحندقه كده، بتتنضف بسهوله وكل حاجه بتبقى سهله في تنظيفها. بس نضفت وخلصت. وهنا بقى جبت المشاية بتاعت الطرق دي، فرشتها. ورجعت ايه سجادي بقى الايه القديم، رجعته تاني بعد طبعا انا كنت زي ما قلت لكم كنت شايلاه غسلاه. رجعته وفرشته، فاضل بس عندي اللي ما اتشالش سجاد اوضه النوم وسجاده الصاله. هشيلهم كده بس ايه، واحده واحده. وبس كده لحد هنا الفيديو بتاعي خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه وخدتوا باور وطاقه منه كده، وخدتوا منه طاقه ايجابيه وقمتوا شفتوا اللي وراكم. واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم لحد هنا مع السلامه، هتوحشوني جدا جدا. ويا رب الفيديو بقى يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتحطوا لي كومنت حلو زيكم كده. واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع السلامه، باي باي، هتوحشوني جدا جدا.